النهاردة هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا كلنا بنعملها كل يوم. هي ايه؟ هي أضرار الطعمية والفلافل والفول على الجسم وعلى الصحة عموما. وطبعا كلنا عارفين الفول والفلافل اللي هي الطعمية اللي احنا كل يوم بناكلها وبنأكلها لولادنا، واللي بناكلها بقى سواء في الشغل او على عربيات الفول او في المطاعم من بره، او لو احنا رايحين الشغل متأخرين وبناكلها من بره. طبعا هل الطعمية او الفول دول مضرين بالصحة ولا لا؟ وايه هو الضرر بتاعهم؟ احنا مش هنقول كلام وخلاص، احنا هنتكلم كلام علمي، كلام مفهوم، وهنقول ليه هو مضر اذا كان مضر. احنا اتكلمنا قبل كده وكلكم فاكرين عن الفول المدمس، والفيديو هسيبه لكم في صندوق الوصف للي حابب ان هو يشوفه. وقلنا قبل كده ان الفول المدمس الناس اللي هم بيعملوه في عربيات الفول او بيعملوه في المحلات مش هينقعوا الفول لمدة 12 ساعة، او هيسيبوا الفول على بوتاجاز بالاربع خمس ست ساعات على نار هادية علشان يستوي براحته. لا، ده بحطوا عليه مادة كيميائية. المادة الكيميائية دي أثبت علميا إنها مسرطنة وبتسبب سرطان الجهاز الهضمي. إيه المادة دي؟ اسمها مادة الإيديتا الكيميائية. المادة دي شبه السكر كده، بودرة ولونها أبيض وشفافة شبه الكربونات أو البيكنج باودر كده، بيحطوها. فايدتها إيه المادة دي؟ المادة دي بتخلي الفول معاكو يتهري خالص، والقشرة بتاعته تدوب خالص وتبقى ناعمة، وما يبقاش باين عليه، يعني ما يبقاش طري خالص كده، ويسيح بسرعة جدا 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 وما ياخدش وقت معاهم خالص في السوى. بالإضافة بقى للمواد الملونة اللي بيحطوها عليها، بيحطوا أحيانا لون أحمر ودي مادة صناعية علشان كمان يعملوا على تزويد اللون أو تعزيز اللون، ويضيفوا بعض النكهات. ده بالنسبة للفول، وهتلاقوا فيديو كامل متكامل عنه اتكلمنا عنه قبل كده. بالنسبة بقى للفلافل اللي هي الطعمية، قبل ما نتكلم عن الفلافل، ايه هي الفلافل دي؟ طبعا الشعب المصري كله عارف يعني ايه طعمية، عارف ان الطعمية دي بتتكون عندنا في مصر من الفول المجروش، اللي هو الفول المنزوع القشرة زي الفول المدمس كده، بس منزوع القشرة بتاعته مجروش كده بمكان معين ومنزوع منه القشرة الخارجية، ومحطوط بس الفولة من جوه اللي هي لونها أبيض. هو ده اسمه الفول المجروش. بالنسبة للسوريين بيعملوا الطعمية من الحمص. ده مش كلامنا دلوقتي، احنا نفرق بيناتهم ايه. يعني هي فول او حمص وعليها خضرة وعليها كمان عيش. بعض المحلات بيحطوا عيش عشان يزودوا الكمية، علشان الفول بيكون سعره غالي فبيحطوا عيش عليها. تمام كده. وناس كتير بتحط بطاطساية، بس دول ربات البيوت او الناس في المنزل. طيب، احنا اتكلمنا دلوقتي عن الفول نفسه وقلنا ان هو مضر علشان المادة الكيميائية، وفهمنا دلوقتي ليه الفول مضر. طيب الفول بقى كفول هيكون مضر صحيا؟ بصوا هقول لكم لا طبعا، ما عدا الناس اللي عندهم انيميا الفول، فدول طبعا ما بياكلوش الفول. انا بتكلم دلوقتي عن الناس العادية الطبيعية اللي ما عندهمش اي مشاكل صحية. الفول مش هيكون مضر في حالة واحدة بس. ايه هي الحالة دي؟ ان انا اعمل الفول في البيت، ان انا اجيب الفول وادمسه عندي بالطرق الصحيحة في البيت علشان احافظ على الجهاز الهضمي. لان احنا ناس كتير جدا لما بتاكل الفول المدمس من بره او من على عربيات الشوارع او حتى من المطاعم، بتلاقي ان هي بتحس بحموضة وبتحس بحرحرة على معدتها، وتجري بقى على الصيدلية تجيب الفوار هي والطعميه. بصوا كده، شوفوا حد كده اكل فول وطعميه يقول لك ده انا معدتي مولعه بعد الاكل، او تلاقيه جايب كيس الفوار ويروح واخده على طول بعد الاكل. وده بسبب ايه؟ بسبب هنتكلم عنه دلوقتي. قلنا الفول، عرفنا ايه؟ هنتكلم بقى عن الطعميه. طيب الطعميه بقى يا ولاد هنتكلم عن الضرر بتاعها. فبالنسبه للضرر بتاعها في اضرار عديده. بالنسبه لايه؟ وهل هي صحيه ولا غير صحيه؟ هنتكلم برضو دلوقتي. احنا اتكلمنا عن المكونات بتاعتها، فيها خضرة حاجات مفيدة، وفيها فول او حمص برضو مفيد. امال ايه اللي مش مفيد فيها، او ايه اللي انت بتقلقينا منه؟
في البداية كده احنا قلنا ان اصحاب المصانع او اصحاب المحلات او الناس اللي بتوع عربيات الفول والفلافل لما بييجوا يعملوا الطعمية بيزودوا الكمية بتاعتهم علشان عايزين يكسبوا، بيضيفوا عليها عيش بيكون بايت او عيش عندهم كده من امبارح. للأسف العيش ده بيكون بايت، وبيكون كمان غالبا داخل على عفن، مرحلة العفن أو التعفن، فبيكون فيه بكتيريا ماشي وفطريات. البكتيريا والفطريات دي بتسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، وبتسبب أمراض كتيرة جدا جدا وممكن تؤدي إلى التسمم. دي حاجة وخلصنا منها. طيب، تاني حاجة إن هما بيقلوها في الزيت مجهول المصدر. هما ما بيروحوش يجيبوا زيت غالي علشان طبعا يكسبوا. الناس اللي هي عاملة عربية فول وفلافل أو أصحاب المطاعم بيعملوا الحاجة اللي هما هيكسبوا منها، بيدوروا على المكسب ومش بيدوروا على صحة الفرد اللي هياكل منها. يعني مش هيدوروا على صحتك، بيدوروا على المكسب اللي هم هيكسبوه. فطبيعي ان هم هيسترخصوا ويجيبوا أسوأ أنواع الزيوت، وغالبا بيجيبوا زيوت معاد استخدامها، زيوت أساسا ممنوع ان احنا نستخدمها، زيوت أساسا مهدرجة. زيوت اساسا مهدرجه. يعني ايه بقى زيوت معاد استخدامها؟ عارفين الزيت القديم اللي احنا بنستعمله، بتلاقوا فيه عربيات بتلف كده بتقول اي زيت مستعمل للبيع. بياخدوا الزيت المستعمل ده وبيضيفوا عليه في منهم بيضيف عليه نشا، وفي منهم بيضيفوا عليه مواد معينة بيصفي الرواسب اللي فيه ويدوله اللون الاصفر النقي العادي، ويرجعوا عبوه تاني في ازايز ويبيعوه او في جراكن. بتوع بقى العربيات بتاعة الفلافل او بتوع المطاعم بيشتروا الجراكن اللي هي مجهولة المصدر، لا بيبقى عليها تاريخ إنتاج ولا تاريخ صلاحية ولا بيبقى عليها أي حاجة خالص. بمعنى أصح كده حاجات مصنوعة تحت بير السلم، وبيستخدموها في قلي الطعمية. لا ومش بس كده، أمال إيه كمان؟ أول حاجة هو مش بيقلي في طاسة زي عندنا كده في البيت، لا ده هو بيستخدم حاجة كبيرة قوي كده، وبتكون واسعة زي حلة غويطة كده، ويبدأ إن هو يحط فيها الزيت. كل ما الزيت ده ينقص يزود زيت تاني، كل ما الزيت ينقص يزود زيت كمان، مع بقايا بقى الطعمية المحترقة تحت في الزيت، مع بقايا بقى بطاطس محمرة، مع بقايا طبعا بتنجان. عدي بقى زي ما تعدي هتلاقي اصلا لو انت كده عايزاكي تروحي على اي عربية فول وفلافل كده وتبصي على الطنجرة او الحلة اللي هو بيقلي فيها، بصي كده براسك كده هتلاقيها غويطة من تحت، هتلاقيها من تحت سودة سواد رهيب. ده ايه؟ انت اصلا لو جيتي قليتي طعميه في البيت عندك هتلاقي ان في بعض الفتافيت كده من الطعميه بتتهري في الزيت، الفتافيت دي بتتحمر وتترسب في الزيت من تحت، وهتلاقيه مترسب حاجات كتير. الحاجات دي بتتأكسد وبتسبب السرطان. تمام كده. فهو طبعا ما بياخدش باله، مش هيهمه طبعا. هو مش كل ما يقلي لك رصة طعمية او شوية طعمية هيكب لك الزيت ويحط لك زيت نضيف، لا ده بيفضل يقلي، وكل ما الزيت يقل يزود عليه زيت تاني. دي حاجة. الحاجة التانية كمان اللي أنا حابة أقول عليها إن هو بيقلي بقى حاجات مختلفة بقى، طعمية وبطاطس وبتنجان وكل الحاجات في نفس الزيت ونفس الحاجة. تالي حاجة برضو بالنسبة للزيت إن الزيت ده بيتأكسد مع ارتفاع درجة الحرارة. طبعا بعض العربيات الصبحية أو آخر اليوم بالنهار بيكونوا زحمة جدا وواقفين عليهم بالطوابير علشان عايزين سندوتشات فول وطعمية، فتلاقيه عايز يخلص عشان طبعا ما يزعلش الناس كلها، فتلاقي ان هو شغال ما شاء الله عمال يقلب، والزيت مفيش درجة حرارته مرتفعة خالص. فالزيت هنا لما بيرتفع درجة حرارته أو يوصل لمرحلة التدخين بيتحول إلى زيت مؤكسد وبيكون كمان مسرطن. دي برضو من الحاجات المهمة جدا اللي لازم ناخد بالنا منها. تاني حاجة، حد هيقول لي طب أنا دلوقتي مضطر إن أنا آكل فول وطعمية أو بحب أكلهم من حد بره، أعرف إزاي إذا كان الفول والطعمية ده فول صافي أو حمص صافي أو مضاف ليها خبز؟ في البداية كده هو طبيعي بيضيفوا لها الخبز البايت، بيحطوه في مية كده ويحاولوا ان هم يفركوه بايديهم كده ويصفوه كويس جدا من الميه ويضيفوه على الفول ويضربوهم او يطحنوهم كلهم مع بعض،
وده علشان يزود الكمية، لأن طبعا العيش في الوقت ده هيكون بايت عنده، يعني كده كده موجود بالفعل عنده، وكمان بيكون أرخص من الفول أو من الحمص. خلاص كده، وكمان بيضاعف الكمية كتير جدا جدا. تاني حاجة ان هم بيضيفوا كمية من الكربونات وبكمية كبيرة، وطبعا الحاجات دي او المواد الرافعة دي لو زادت عن الكمية المسموح بيها طبعا بتكون مضرة جدا بالنسبة للمعدة وجدار المعدة. طيب، نعرف ازاي زي ما قلت لكم ان الطعميه دي مضاف لها خبز؟ لو انا جبت حبايه الطعميه دي وحطيتها عندي وركنتها شويه، هبص الاقي ان حبايه الطعميه دي كل ما تقعد، يعني سبتها لاخر اليوم، جبتها الصبح وسبتها لاخر اليوم، هتلاقيها ناشفه معاك ومحجره كده. النشفان ده سببه ايه؟ سببه ان هي فيها كميه كبيره من الخبز. طيب، وايه كمان؟ ان انا لو فتحت حبايه الطعميه من جوه كده، بالذات طعميه الفول، ولقيت الطعميايه من جوه كده لونها مصفر ابيض جامد كده، يبقى هي كده فيها كميه كبيره من الخبز. لكن لو لقيتها مخضره يبقى كميه الخضره اكتر. بالاضافه برضو ان اصحاب المحلات او اصحاب العربيات بتاعه الفول والفلافل ما بيغسلوش الخضار كويس جدا. احنا عارفين كلنا ان الخضره اللي بتتحط على الطعميه هي خضره المحشي العاديه، اللي هي الكزبره بقى والبقدونس والشبت. في بعض الناس بيمسكوا، مش بعض، كلهم، لان هو اولا يعني معلش اللي عندهم ضمير منهم هيمسك كده الخضره بتاعته وهيروح جايب جردل كبير ميه ويحط فيه الخضره ويشطفها كده وينفضها من الميه، ويبدا ان هو يعملها ويقطعها. طبعا ما بتكونش اتغسلت كويس يا جماعه. كلنا عارفين ان الخضره دي بتكون عليها كميه كبيره جدا من الاتربه ومن التراب ومن الميكروبات، ولازم ان احنا الخضار ننقعه كويس جدا جدا في كميه وفيره من الميه، ولازم ان احنا نشيله من الميه ونكب الميه دي، هتلاقي فيها تراب كتير جدا، وجربيها كده في اي طبق عندك. وبعد كده نغسله تاني ونحط عليه كمان شويه ملح علشان نتاكد من نظافته. ولو انا هستخدمها ممكن احط نص معلقه صغيره من الخل عشان تقضيلي على اي بكتيريا او اي ميكروبات موجوده فيه. طبعا مفيش اي محل او اي مطعم او اي عربية ايا كانت تعمل كده خالص 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 يا جماعة. هو اولا ما عندوش وقت، مفيش غير ربة البيت بس اللي بتعمل لأسرتها هي اللي تقدر تعمل كده علشان تحافظ على صحتهم. طيب، احنا قلنا دلوقتي حاجات بتهيألي بالدليل تكفيكي ان انت ما تاكليش الحاجات دي من بره تاني. في حد هيقول لي طب ما انا بجيب عجينة وبسويها في البيت. برضو معلش انا مش ضامنة الخضروات اللي موجودة في ال- الخضار اللي هو موجود في العجينة دي نضيف ولا مش نضيف. مش ضامنة الايدين اللي هي قلبت الخضار ده، مش ضامنة اصلا ان هو نقع الفول ده ولا عمله على طول. انا مش ضامنة اي حاجة من الحاجات دي. انا الافضل ليا ان انا اجيب كل حاجه واعملها في البيت، وصدقوني هتلاقوا ان هي مكلفه اكتر من اللي انت بتشتريها من بره. ده طبيعي طبعا لانها انضف واصح وكمان احسن بكتير. وللاسف هقول لكم معلومه هتصدمكم. احنا اكتشفنا ان بعض الناس كده، حد كان جيران حد عنده عربيه كده صغيره بتاعت فول وطعميه، والناس اكتشفت ان الراجل ده لما كانت الخضرة غالية ما كانش بيضيف خضرة للطعمية. امال كان بيضيف ايه؟ هتتفاجئوا. خدوا بقى الصدمة الكبيرة، الراجل ده كان بيضيف ورق شجر. ايوه، بيجيب ورق الشجر وبيضيفه بدل الخضرة، وبس كده بيحط عليه بقى كزبرة ناشفة وحاجات منكهات كده وخلاص. طبعا يعني بصوا، يعني كفايه بس كلمه الزيت، لان الزيوت المهدرجه والزيت اللي هو المتكرر والزيت المعاد استخدامه والزيوت اللي هي مجهوله المصدر دي اصلا هي سبب كبير جدا في السرطانات وسبب كبير جدا في امراض القلب وامراض الضغط اللي دلوقتي الناس كلها ما بتخلاش منها. خلاص كده، فاحنا علشان نحافظ على صحتنا وعلى صحة أولادنا يا ريت نمتنع عن شراء الحاجات دي ونشجع كل حاجة معمولة في البيت. ويا ريت كده نحط قاعدة في حياتنا ان احنا اللي ما نعرفوش ما ناكلوش. بسيطة جدا. الحاجة اللي انا مش عارف داخل فيها ايه يا ريت ما اكلهاش. الحاجة اللي انا مش عارف معمولة ازاي يا ريت ما اكلهاش. ويا ريت اعمل كل حاجة في البيت وكل حاجة اعملها بايدي في البيت علشان اضمن جودتها واضمن نظافتها. كل اللي انا طالباه منكم ان انتوا تشيروا الفيديو ده للناس كلها، لان الناس كلها في حاجة ان هي تسمعه وتعرف المعلومات دي. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم.